حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تفريز الصلصه اللي هي الطماطم. بما ان اليومين دول الطماطم رخيصه وكتيره يعني، واحنا داخلين على موسم العيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. فان شاء الله النهارده ان شاء الله هنفرز مع بعض الطماطم، يعني تلحقي تجيبي كميه طماطم وتفرزيها. زي ما انتم شايفين كده هنحولها لصلصه. لما بنغليها وبنحولها لصلصة بتوفر معانا الوقت، وبنستخدمها على طول، يعني بنكون بنعمل اكل نطلع الكيس نستخدمه على طول. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. انا مفرزه الصلصه ديت في الاكياس. منها ما فيهوش بصل ولا توم ولا حاجه، مغلي كده، ومنها جاهز على الطبخ على طول. انا بسم الله ما شاء الله جبت 6 كيلو ب20 جنيه. والله زي ما بقول لكم كده، الطماطم اللي قدامكم دي ال6 كيلو ب20 جنيه. انا غسلتها كويس، وده كمان قرن فلفل كده عشان انا بحب احطه معايا وانا بغلي. قطعتها زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين قطعت الكميه دي. اللهم صل على النبي ما شاء الله، اللهم بارك. وان شاء الله باذن الله هتطلع معايا كميه حلوه. نشوف بقى ايه دلوقتي. احنا يعني الطماطم رخيصه وحمرا بسم الله ما شاء الله اهي وجميله، وهنقدر نشيل منها كميه كبيره، لان بيجي وقت عليها بتبقى غاليه جدا، ما بنعرفش نشتري الكميه اللي احنا عايزينها. فاحنا بقى ايه، نوفر في الحاجه وهي رخيصه. وانا كمان بحب احط قرون فلفل الحمرا دي، انها بتدي طعم في الطماطم. وهي مغليه وكده بتدي طعم حلو في الاكل. زي ما انتم شايفين كده ادي الكميه بعد ما غسلتها كويس كذا مره، قطعتها كده اهو. اجيب حله واحط الكميه اللي انا خرطتها دي في قلب الحله، واكون طبعا قايده النار. احط الحله على النار اهو. هنعمل مع بعض خطوه خطوه. هنزل الكميه كلها في الحله واسيبها بقى تغلي، تاخد وتدي كده مع نفسها. اديني حطيت الكميه في الحله باذن الله اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وتسمي وتصلي كده على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت بالكميه بتاعت الطماطم كلها زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها ايه تاخد غلوه كده على النار. بس انا ايه حطيت برضو ايه وهي لسه كده سياحه، حطيت معلقه سكر يعني معاها، وخرجت قرن الفلفل الاحمر اللي كنت انا موريهولكم نزلته برضو معاهم في الحله. الكميه بتاعتي كلها في قلب الحله اهي زي ما انتم شايفين يا حبايبي. على نار متوسطه بقى. وادي قرن الفلفل نزلت بيه اللي هو الاحمر، وادي معلقه السكر. هو المفروض لو ال6 كيلو احط لهم معلقتين سكر يعني اهو. واسيبهم بقى على نار متوسطه، وهي كده فارت معايا وتقلت. انا كده طفيت عليها، بس لسه في عندي برضو حبه طماطم كمان اهو. هي كده زي ما انتم شايفين كده لسه اهو البخار فيها. وادي الكميه التانية برضو خرجتها وحطيتها على النار اهي بتاخد غلوه اهي. بعد كده اقفل على النار، اقلب كده اهو. خلاص كده هطفي عليها. هجيب بقى الاكياس بتاعتي بتاعت التلاجة، نحطها في كوبايه عشان نقدر نتحكم في الصلصه احنا بنعبيها. انزل بقى بالمغرفه اعبي في الكوبايه دي اهو كده زي ما انتم شايفين كده. هو الكيس ده طلع صغير، فاعبي برضو كميه صغيره برضو هحتاجها، يعني ممكن اعبي كميات كبيره وكميات صغيره اهو كده. الكيس ده خد اهو على قد مثلا طبخه او مكرونه. الصلصه اللي انا عبيتها ديت انا حاطه فيها بصل تقليه يعني، وتومه يعني جاهزه على الاكل على طول. انا ضربتهم هنا في الخلاط اهو زي ما انتم شايفين بعد ما غلت يا حبايب قلبي اهو.
والله بتوفر معايا قوي، يعني كل ما اكون محتاجه صلصه بدل ما لسه هجيب واغلي واعمل، لا هي جاهزه بطلع من التلاجة على الطبخ على طول. ضربت الكميه بتاعتي الباقيه ونزلت بيها كده برضو في الحله، هي لسه سخنه اهي زي ما انتم شايفين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.